السلام عليكم. كما تعودنا مع قناة أجمل الآثار المصرية، إن احنا نفيد كده بمعلومات بسيطة. فالنهاردة هنتكلم على الفخار، وهي حلقة من ضمن الحلقات بإذن الله، أو سلسلة الحلقات اللي هتنزل لصناعة الفخار في مصر القديمة. الفخار كان ليه أهمية في حياة المصري القديم من بداية ظهور الحياة، لأن هو كان أكتر استخدام، ويمكن حتى وقتنا هذا يعني. الفخار كان ليه ميزة معينة عند المصري القديم. هو كان بيستخدمه في حياته اليومية كلها، في حياته الدينية، حياته الجنائزية. يعني كان بشكل عام استخدام الفخار. فلذلك هنلاقي الفخار ليه أهمية في تاريخ المصري القديم، وعند العلماء اللي هم عارفين قيمة الفخار، لأن هو يعتبر، ومش يعتبر، ده هو بالفعل أكبر حاجة بيتم عليها أو شواهد للمواقع الأثرية، أو لمعرفة تاريخ، أو معرفة الاكتشاف الأثري ده كان بيستخدم في إيه، أو كان حياته إيه. كل ده من الفخار. فإحنا هنتكلم على الفخار. فهنبدأ بإذن الله إن الفخار ابتدأ يتعرف من بداية معرفة مصر القديم لنهر النيل، وابتدى يستقر على الحياة كما تحدثنا في حلقات سابقة. والاستئناس والمعلومات اللي احنا عارفينها كلها. فابتدى نهر النيل كان بيجيب وبينقل الطمي إلى ضفاف نهر النيل. فابتدى ياخد الطمي بتاع نهر النيل، وابتدى يستخدمه، وابتدى يعجنه، وابتدى يفرغ منه الهواء، وابتدى يسيبه يتخمر شوية، وابتدى يشكله. بس كانت البداية بقى هنا، التشكيل كان على خطوات، أو التطور وتطوير الفخار كان على مراحل يعني. ابتدى يعجن بالإيد، والتشكيل بالإيد. ابتدى يفكر في عمل قوالب يصب فيها ويعمل فيها الشكل اللي هو محتاجه لحياته اليومية، وطبعا بشكل بدائي. ابتدى بعد كده يعرف عجلة الفخران اللي هو الدولاب، وابتدى يشكل عليه. ابتدى العجلة دي تبقى ليها سرعات أكتر. كل ده هنبتدي نعرفه في الحلقات اللي احنا هنعملها. نبتدي نعرف بقى الفرق بقى ما بين الطمي والطفلة. الطمي اللي هو كان بيجي من نهر النيل، وده كان بيجي ساعات في منه خشن، وساعات منه ناعم. اللي كان بيعدي، طبعا انتوا عارفين، بيجي مية النيل وهي ماشية، فكانت بتعدي على بعض الجنادل اللي موجودة والصخور. ففي منها اللي هو خشن بيقدر يعدي، والفتحات، لحد ما كان بيوصل آخر حاجة. ده كان بيبقى الطفلة الناعمة جدا جدا جدا، ودي كان بتبقى من أجود أنواع الطمي اللي هو موجود بيتنقل، يعني اللي هو بيوصل خلاص خفيف خالص. التقيل ده كان ما بيوصلش. جزء منه بيتفتت فيمشي مع المية أكتر، جزء منه يمشي فبيبتدي في مراحل بقى. عندنا الطفلة دي اللي كانت بتبقى موجودة في المية، اللي هي في الأماكن اللي عند الصحراوي. فكان بتبقى لونها اللي هو مبيض، اللي هي كان بيتعمل منها بالظبط. دلوقتي بتشوفوها الفخار الابيض ده، اللي هو القلل بتاع على عربيات الترمس كده، تلاقي القلل بتاعته بيضة. فهو دي الطفلة اللي بتيجي من المستنقعات المائية اللي في الصحراء. غير الطمي بتاع النيل ده بيبقى لونه المحمر شوية، اللي هو لونه بني. دي درجات الألوان زي ما احنا كده شايفين اهو. ده لونه يعني محمر شوية او مصفر.
الطفلة لا بتبقى اللي هي لونها بيضة. ده شكل ورشة من ورش الفخار المكتشفة اللي من أكتر من 4600 عام يعني. الورش المبدئية للفخار. هنشوف مع بعض بعد كده اهو لما ابتدى العجلة ويصنع، ويبتدي هي كانت عبارة عن قرص واحد وبيوضع عليه العجينة ويبتدي يلف بإيده شكل العجينة، ويبتدي يشكل بصوابعه، وابتدى يمسك آلة حادة ويشكل بيها. وده شكل للضفاير اليدوية اللي كانت بتعمل. وده شكل لإناء من الأواني المفتوحة زي اللي كان بيحط فيها الفاكهة. ومعانا أشكال تانية دي زي الزهرية هنا لما بيحط وينشف الفخار عشان يبتدي ينشف. ودي كانت المرحلة اللي هي قبل دخول الفخار الفرن. كان لازم يحطه في الشمس عشان يبتدي يجف شوية، عشان ما يحطوش في الفرن ويبتدي يحصل تشققات للفخار. بعد كده بيحطه في الفرن ويبتدي يغطي الفرن، والفرن بيكون ليه درجة حرارة معينة والأكسجين، وعشان الفخار ما يسودش ما يطقش. وفي بعد كده حاجات كتير معالجات. بإذن الله انتظروا في الحلقات القادمة بإذن الله. هنبتدي نتكلم بقى على أهمية الفخار وأشكاله وأنواعه ومعالجة الفخار إذا كان بيقدر يعالجها، واستخداماته بشكل أوسع بإذن الله.